مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ عم بستنى الجواب. اليوم سألت شخص كيفك؟ فرد قال لي ماشي الحال. خير، شو صاير معك؟ شو في؟ قال ما في شيء. في شيء مشكلة صايرة معك، مع أهلك، مع حدا بيخصك؟ قال لي لا لا أبدا. قلت له ليش عم تقول ماشي الحال؟ قال لأنه ماشي الحال. قلت له ما بصير. يعني أنا كنت هيك كمان. يعني لحتى من فترة قعدت مع شخص مقدر كبير بالعمر، قال لي كلمة ولئن شكرتم لأزيدنكم. هاي مو معناها انه بس رب العالمين يبعث لنا شغلة حلوة بنقول له الحمد لله وبنشكر الله مشان يبعث لنا، مشان يزيدنا. لا، انت بدك تشكر ربك على اللي انت فيه هلا. بدك تشكر ربك انك عم تسمع، عم تشوف، عم تشم الهواء، عم تتنفس، عم تستطعم بالاكل، انك على رجليك عم تمشي. بدك تشكره عليها، لانه فعلا نحن بألف نعمة. بس مع الأسف وصلنا لزمن ما مقدرين النعم اللي نحن فيها. وصلنا لزمن في جواتنا جحود. لما شخص بفيق من شغله، عفوا، بفيق من نومه وبيروح على شغله على رجليه، بيشتغل شغله، بيخلص، بيرجع على بيته، في بيت يقوي، بياكل، بيشرب، بحط راسه وبينام. اي نعم، ما انه عايش مرفه وحياته وكذا. هي الحياة الخداعة اللي عملوا لنا اياها، اللي لازم نعيشها لحتى نكون مرتاحين، وهي اصلا هذا موضوع تاني. بتسأله كيفك؟ بيقول لك ماشي الحال. مع الأسف وصلنا لمرحلة سيئة جدا. فمني وعلي نصيحة إلي قبل أي حدا. أنا حتى هاي النصيحة من جديد لحتى أخذتها من شخص. لما حدا يسألك كيفك بتقول له بألف نعمة الحمد لله. لأنه أنت فعلا بألف نعمة، وأكثر من ألف نعمة. لو كان وضعك بالحضيض فأنت بألف ومئة نعمة. سلام عليكم.